السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، شو أخباركم؟ شو علومكم؟ وش مسوين؟ صلوا على النبي يا جماعة الخير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يسعد هالوجيه، قولوا آمين. القصة هذه والله تحتاج وقفتكم، أقسم بالله الشيء اللي صاير يعني ما أدري كيف أوصف، لكن بقول لكم القصة وأنتم تعطوها الحل. هذه واحدة تقول تزوجت أخو صديقتي، كانت تمدح فيه، طيرته في السماء لدرجة إنها أقنعتني إني أتزوج من أخوها قبل ما أكمل الجامعة. تزوجت أخوها وأنا ما أعرف شيء عنه إلا الكلام اللي كانت تمدح فيه. من بعد ما تزوجت البنت اختفت، ما عاد أدري عنها أي شيء. أتواصل معاها ساحبة علي، لدرجة أول مشكلة صارت بيني أنا وزوجي اللي هو أخوها كانت في أول يوم في ليلة الدخلة. تخيلوا، زوجي في ليلة الدخلة جايني وهو سكران، وكل شوي يطلع يقابل واحد فلان جاي ومدري مين وزي كذا. المهم وضعه ما عجبني، وضعه مو كأن في آدمية عنده، وكأنه قاعد يوضح لي شيء. المهم هذا اليوم توقعت انه يروح يجي كذا، جاء عندي قال لي معليش انا صارت مشكلة لصديقي والحين بيتوقف في الشرطة ولازم اروح انا اكفله. وين صديقك؟ قال صديقي في المنطقة الفلانية، بعيدة تقريبا 300 كيلو عن المنطقة اللي انا فيها. طيب يا ابن الحلال تخليني لحالي في الفندق؟ قال عاد ما عليه وخلك هنا والمكان امان ومدري ايش. قلت يلا مو مشكلة، توني مستحية ما اقدر اقول شيء. من هذا اليوم وانا احاول اتواصل مع صديقتي، ما في اي رد. اليوم الثاني جايني تقريبا الساعة 1 الظهر، قال لي يلا بنطلع جمع اغراضك وزي كذا. جمعت الاغراض ووداني الى البيت اللي هو مستأجره. من اول ما دخلت البيت وحسيت كأن في شيء غريب داخل البيت هذا. دخلت البيت وحسيت في شيء غلط في غرفة النوم، ما ادري ايش كذا، محيوسة كذا. المهم عديت الموضوع هذا. جلست اسبوع كامل وانا ما زلت بنت، ولا يقرب عندي ولا اشوفه، ولا حتى الكلام بيني انا وياه كلام قليل. وكل وقت بطلع، كل وقت جايني فلان عندي في المجلس، الشخص غريب. المهم استمريت على هذا الوضع شهر. بعد الشهر هذا صار يرفع صوته علي، صار يتكلم علي، يسب، حسبي الله على اللي أجبرني على هذا الزواج، صار يقولها في وجهي. جلست أبكي أصيح، وش اللي قاعد يصير؟ أحاول أتواصل مع أخته، أدق عليها، أرسل لها، أعلمها وش اللي يصير، كلميني يا فلانة، أبغاها تعلمني وش اللي صاير. وين الكلام اللي كانت تقول لي عن أخوها؟ وين الإنسان الكويس؟ أنا ما أشوف أي شيء إلا إنسان للأسف راعي إدمان ومخدرات وبرا البيت ورايح وراه بلا. اتصل علي يوم من الأيام قال لي فلانة جهزي أغراضك أنا بوديك بيت أهلك. قلت له طيب يعني شلون الأغراض؟ كم يوم؟ يومين؟ ثلاثة؟ قال خذي معك أغراض كثير لأنه في مشكلة لصديقي ومدري مين وكذا، وما أدري متى برجع. يا فلان وش أقول لأهلي طيب؟ المهم قام يعصب ويسب، أنا في مشكلة وأنت فاضية ومدري إيش. قلت يلا مو مشكلة، أصلا أروح لأهلي وشكلي بعلمهم بكل شيء. في الفترة هذه صارنا تقريبا 3 شهور. ال3 شهور ما شفته، يعني ما نام عندي إلا يمكن مرتين. وخلال الفترة هذه صرت آخذ حبوب منع حمل، لأنه هذا الولد أو هذا الزوج ما ينضمن، وضعه ما هو طبيعي. المهم أخذني وداني عند أهلي، جلست عندهم يسألوني وش في زوجك، وش صاير معك كذا. قلت والله عنده شغل. جلست عند أهلي ما يقارب 2 أسبوع، لا اتصال ولا كلمني ولا يرد على رسائلي. أهله ما أبي أسوي مشاكل معاهم أو تصير مشكلة معه. أخته ساحبة علي إلين ما جاء هذاك اليوم، لقيت اتصال من أخته وأنا نايمة. المهم قمت دقيت عليها، ردت علي، تتي داقة علي،
قالت هي داق عليك. طيب وينك يا فلانة الفترة هذه كلها وش فيك؟ يعني انت بس لزقتيني في اخوك كذا خليتيني اتزوج وتركتيني؟ قالت لي اسمعي فلانة، انا متنومة في المستشفى، انت داعية علي؟ قلت لا والله ما دعيت عليك. قالت اجل شوفي، انا والله في المستشفى والحين قاعد اغسل كلى، والشي هذا ما جاني الا بعد الشيء اللي خليتك تسويه وانت مالك دم فيه. قلت وش هو؟ خليتيني اسويه؟ وش سويت؟ قالت انا بفهمك بس اسألك بالله تسامحيني. قلت انا مسامحتك دنيا واخرة، بس علميني وش السالفة، لا يكون في شيء ضرر عليك. قالت لي اسمعي فلانة، اخوي مدمن مخدرات، وللأسف تعرف على واحد، الواحد هذا هو اللي خربه، وهو اللي وصله للمرحلة هذه، وهو اللي يخليه يبيع ويسوي، واخوي متعاطي بشكل كبير. في نفس الوقت صار يرجع البيت وصار يحاول يتقرب مني ويسوي لي اشياء ما هي كويسة، لدرجة اني تعبت منه وخفت منه، وقلت ما لي حل الا اني اخليه يتزوج. وانا اللي اعطيته فكرة الزواج هذه، وقلت له عنك وصديقتي وكذا ومن هالكلام، وكنت ابي افتك منه. الأمانة اخوي اصلا انسان قذر، انسان وقح بما تعنيه الكلمة. الخطر اللي كان علينا في البيت كبير، فقلت يمكن يتزوج يعقل، يمكن يتزوج ويسوي الشيء اللي قاعد يحاول يوصل معي فيه مع زوجته. بس أنا ظلمتك، وأنا أدري أنك الحين في مصيبة معه، وترى الشخص اللي معه هذا ولد خالتي. هذا الشخص حاول أنه يتقدم لي وهو نفس طينة أخوي، نفس الشيء، مدمن، هو اللي طيح أخوي في الأشياء هذه، وأنا رفضت. كان يحاول في أخوي، يحاول فيه، لكني رفضت. كلمت أهلي والكل وقف ضد أخوي، عشان كذا خرب أخوي وطيحه في البلاوي، يبي يرجع الشيء هذا بسبة إني رفضته. وهذا الشخص ولد خالتي هو اللي يخلي أخوي يوديك بيت أهلك عشان ياخذ راحته في بيته. هنا انهبلت، قلت معليش عيدي لي الكلمة ما فهمت. قالت تكفين أنا ما أبي مشاكل، بس أنا ببري ذمتي، أنا ما أدري إذا بيصير لي شيء، والمرض اللي فيني والتعب وغسيل الكلى هذا، وأنا عارف إن هذه حوبتك، هذا بسبب الشيء اللي سويته، عشان كذا أنا أبيك تسامحيني. هذا ولد خالتي يعطي أخوي الحبوب والأشياء هذه ويعطيه فلوس، بس مقابل إنه يسوي شيء مع أخوي، أو إنه يجيب له أي أحد. وكان يحاول إنه يتزوجني قبل ورفضته، لدرجة إنه أخوي كان يجي يحاول يبي يصورني، يبي يتقرب مني، يبي يسوي شيء عشان يوصل هذا الحاجة يوصلها لولد خالتي. فهذا الإنسان حقير، ويمكن لو تفتحين جوال أخوي راح تلاقين بلاوي فيه. انهبلت يوم سمعت كلامه، ما عاد عرفت شو اسوي. قلت عموما يا فلانة، أنا مسامحتك دنيا وآخرة، إن كان كلامك هذا صدق أنا مسامحتك، كانك تكذبين علي، فأنا يعني إذا الكذب هذا في الشيء بيكون بيني وبينك قدام رب العالمين ما راح أسامحك. حلفت لي بالله إنه هذا اللي صار. رحت على طول اتصلت على أخوي الكبير، ناديته، قلت له هو متزوج، قلت له الموضوع 1 2 3. عصب، وينه؟ أنا بروح أذبح، أنا بسوي. قلت له اهدى، خذني الحين ودني على بيتي على طول، لأنه كان عندي مفتاح. المهم أول ما طلعت على طول وصلنا إلى البيت، وشوف سيارته عند الباب وقايل لي إنه مسافر. دخلت أنا وأخوي. أول ما دخل أخوي والله ما أقدر أوصف لكم الشيء اللي أخوي كان يشوفه. تخيلوا دخل البيت ولقى زوجي وولد خالته اللي تكلمت عنه أخته، ولقى معاه في نفس البيت 2 من أخوياه
و4 بنات، وكل أنواع الخراب موجودة داخل البيت. ومو بس كذا، واحدة من البنات اللي معه لابسة من اللبس حقي اللي في غرفة النوم. يعني تخيلوا كان يمارس العلاقات الغير شرعية مع البنات هذولي ويلبسهم ملابسي. أخوي انهبل يوم دخل كذا وشافهم بالوضع هذا، انهبل، وكانوا في وضع خلاص يعني. فعلى طول طلع أخوي الجوال وصورهم. المهم هو يصور زي كذا، وحاولوا انه يقومون عليه عشان يلحقونه، ويطلع أخوي من البيت. أول ما طلع ويركب السيارة، وش فيك يا فلان؟ قال خلاص أنا عرفت أتفاهم معهم. المهم ينطلق على طول ويروح مركز شرطة، ويدخل على طول يبلغ عليهم، رغم أني في الطريق قاعد أحاول أفهم منه لكن عصب. بلغ أخوي الشرطة، أخذوا أقواله، قال لهم في تصوير، قال احتفظ في التصوير إلى ما تتحول للنيابة. بعد ما أخذوا البلاغ وزي كذا، المهم حولوا الموضوع إلى النيابة، وتحولت قضية، وسحبوا زوجي وسحبوا البنات واستدعوهم طبعا يوم جابوا زوجي هو اعترف على الباقين كلهم، واعترفوا بكل شيء، لأنك تصور كل حاجة المكان اللي هم فيه، وتخيلوا بحالة سكر يعني حتى ما قدروا يلحقوه. فانسجن زوجي لمدة تقريبا 3 سنوات. خلال 3 سنوات هذه أهله كانوا يتواصلون معي، كانوا يكلموني وش اللي صار، يعرفون. كنت أقول ما لي دخل أخوي، اسألوا أخوي، أنا ما عندي أي شيء. طبعا أنا خلعته خلاص عن طريق المحكمة وبعد القضية هذه وإنه غير سوي لكن طلع من السجن وصارت تجيني أرقام غريبة. صار ناس يهددوني بصوري، الصور هذه ما كانت إلا عنده. صارت أرقام كثير، ناس تهدد حنا نعرف مكانك وأخوك بنجيبه ومدري إيش. والمشكلة كل ما يعني حاولت أتواصل مع نفس الرقم قفل، أبغى أعرف مين. صارت تجيني تهديدات وصوري أنا أخاف أنها تنتشر، أخاف يعني تتفبرك أو يصير شيء وإنسان يعني كان وقح بمعنى الكلمة وأنا زوجته، فما بالك الآن وأنا خلعته. فما أدري وش أسوي، هل أشتكيه مرة ثانية وأرفع فيه ما عندي أي دليل إنه هو، هل أعلم أخوي؟ بس أخاف إني إذا علمته المرة هذه يروح بنفسه، لأنه كان يتحلف فيه. أخاف يروح يذبحه ولا يسوي شيء وتصير مصيبة أكبر. كيف أحفظ صوري من عنده؟ يعني صوري اللي كانت موجودة عنده كيف يروح ينشرها ولا يسوي شيء لا سمح الله؟ فهذا اللي جيتك يا وليد، أنتم متابعينك، أسألكم بالله تساعدوني، إيش ممكن أسوي في الحالة هذه؟ لأني تعبت، عانيت، لا زواج زي الناس ولا يعني حياتي حتى الآن ضيقة وهم وتعب ومرض وحالة نفسية بعد اللي صار لا يعلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فأبي منكم دعوة حلوة إن الله يفرج همي ويعوضني بالشخص اللي أحسن من هذا الشخص الحقير. في نفس الوقت تعطوني حل إيش ممكن أسوي بعيد عن أهلي وبعيد عن أخوي، ما عاد أبي المشاكل أكثر. انتهت القصة. طبعا مثل ما أعطيتكم القصة أنا حاولت أختصر والله أشياء كثير، وفي أشياء ما قلتها لأن حاجات يعني ما لا داعي إني أقولها أكثر، لكن وصلت الموضوع عندكم. بالله تعطوها حل بالشيء اللي تقدر عليه، لا تنسوها من دعواتكم. وحسبي الله ونعم الوكيل على الناس اللي مثل زوجها أو طليقها. أنا ما أدري إيش أقول، لكن الموضوع عندكم يا جيش وليد. وصلى على رسول الله، أشوفكم على خير إن شاء الله في قصة جاية. فمع الله.